يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، صباحكم بشر بنور الله. بصوا بقى، قمت بدري النهارده، طول الليل كنت بغسل السجاد. طبعا انا ما وديتهمش المغسله، انا غسلتهم في البيت لان انا بصراحه ما بحبش غسيل المغسله وكده، ما بيطلعليش حاجتي حلوه. بصوا لحد الفجر وانا عماله اغسل، مش قادره اقول لكم بقى، مش قادره. صباحكم فل وصباحكم ياسمين، حاجه كده. بس بصراحه التليفون مش مساعدني، بس حاجه لسه بقى صاحيين من النوم ولسه الشمس يا دوبك طالعه كده، حاجه جميله. ودخلنا بقى على المطبخ يا حلوين، حطينا بقى شوية مية في الحلة وقلنا هنعمل ايه، هنعمل شوية رز بلبن عشان خاطر يوسف، عشان الحمد لله ربنا شفالي ابني، وقلت اعمل شوية رز بلبن كده اتاجر مع ربنا شوية وايه، واكل حبايبي واهلي اي حاجة مسكرة اي حاجة حلوة. رحت حاطة شوية مية وحطيت فيها حوالي نص كيلو رز، وسويت الرز في قلب المية. انت يا حبيبه قلبي عايزه تسويه في اللبن سويه، مفيش مشكله، لو معاكي مقدره حطي لبن وسوي رز في قلب اللبن. انا كنت جايبه 6 كيلو لبن، فضلة خيركم يا اخواتي، الله يبارك لكم، صلوا على النبي في قلب الكومنتات. حطيت اللبن، بس طبعا ما عملتش حله واحده، انا عملت حلتين كبار زي ما انتم شايفين، ووزعت على الحبايب كلهم. التجاره مع ربنا يا اخواتي احلى حاجه، والله احلى حاجه، والحمد لله ان ربنا فدالي ابني. وعملت ايه، حطيت اللبن على الرز زي ما انتم شايفين، ونزلت عليه بكيلو سكر وكيسين فانيليا وكيس نشا عملته في شويه لبن وحطيته، واللبن والرز بلبن كان تحفه. بس انا ما جبتش معاكم، وجبت ايه وانا بعبي العلب كده على طول عشان كان الوقت ضايع وكانت في ناس معايا واقفين، فخلصت بسرعه بسرعه كده. حبايب قلبي اوعوا تنسوا تدعوا لابني، الحمد لله ربنا شفى ليا، وتكومنت الحلو والكلمه الطيبه في الكومنت. يا احلى اخوات في الدنيا، انا كده بوريكم ان انا عبيت كل الكميه ليوسف، عملت بقى اللهم بارك حلتين زي ما انتم شايفين قدامكم كده، وعبيت حوالي الله اكبر اكتر من 150 علبه. يلا يا حبايب قلبي، مع الف سلامه، واوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ومع الف الف سلامه.